السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه كيك البرتقال. كتجي مفشفشة وخفيفة، كتذوب في الفم مع كريمة أكثر من رائعة. كنتمنى أنكم تجربوا الوصفة. فهاد الكيك ماشي ضروري أنكم ديروها في المول العجيب، يمكن ديروها غير في المول العادي اللي كيكون متقوب من الوسط، وفي من الفوق توضعوا فيها الكريمة. كتحصلوا على نفس النتيجة، غير المنظر اللي كيكون مختلف شوية. دابا ندوزو المقادير اللي غادي نحتاجو فيهم: 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كأس إلا ربع من سكر حبيبات، 110 غرام، كذلك كأس إلا ربع من زيت المائدة أي 100 ملي، كأس إلا ربع من عصير البرتقال والآخر 100 ملي، بالإضافة إلى 3 كؤوس إلا ربع من الدقيق 250 غرام. بالنسبة للعبار اللي عبرت به هاد الكؤوس كاملة فهو كاس ديال الشاي، يعني راه قل من كأس العنبة، بالإضافة إلى الملح والخميرة ديال الحلويات والسكر الفانيليا. غنعطيكم العبارات في المقادير. هنا أول حاجة غناخد واحد الإناء، غنوضع فيه 3 ديال البيضات اللي كيت لكم بدرجة حرارة المطبخ، غنضيف ليهم قبيصة ديال الملح باش تقاد لنا الذوق او تعادل لنا الذوق، ثم غنطربهم بالخلاط اليدوي، يمكن تستعملوا كهربائي راه بحال بحال. انا غنخدمهم مزيان حتى يندمج لنا صفار البيض مع البياض. مجرد ما يتخلطوا مع بعضياتهم غنزيد كيس واحد من سكر الفانيليا اللي الوزن ديالو 7.5 غرام، ثم غنزيد السكر حبيبات اللي الوزن ديالو 110 غرام أي كأس إلا ربع. غنخلط المكونات مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم وحتى يذوب لنا داك السكر في البيض. مجرد ما يذوب مزيان وتخلطوه مزيان غادي تضيفوا زيت المائدة. فأهم حاجة إلا بغيتو الكيك ديالكم يجي خفيف ومفشفش فضروري أنكم تخدموه مزيان. هادشي إلا خدمتو بالطراب اليدوي أو سباتيل، أما إلا خدمتو بالطراب الكهربائي فراه غيسهل عليكم يعني تخلط وما غتعذبوش نهائيا في كتر التحرك. فكي لاحظتوا من بعد ما ضفت الزيت خلطت مزيان المكونات حتى يندمجوا مرة أخرى، عاد غادي نضيف عصير الليمون. بالنسبة اللي كيفضل أنه يوضع دوك قشور البرتقال فيوضعوهم في هذه المرحلة، يعني حاول دير واحد الحكيكة خفيفة ديال قشور البرتقال بلا ما يقيس ديك القشرة البيضاء اللي كتكون فيه، حيت هذيك كتعطي مرارة في الكيك. فإلا كي قلت لكم إلا بغيتو تضيفوها كديروا حكيكة خفيفة وكتحبسوا. أنا كنفضل أنه نستعملو غير عصير البرتقال كيعطي نكهة زوينة بلا ما نضيف القشور كذلك، وكيبقى كل واحد يذوقو. يعني يمكن تستعملوا القشور كما يمكن لكم تستعملوا غير العصير بوحدو بلا ما تضيفوا ليه القشور، هو العصير ضروري. ثم من بعد غادي نضيف كأس ديال الدقيق الابيض وغادي نخلطو مزيان. عاد غادي نزيد الكأس الثاني كذلك هو نخلطو مزيان، ومن بعدها غادي نضيف كأس الا ربع الثالث، غنبدا نضيف فيه بشوي بشوي وانا كنضيف وفي نفس الوقت كنجمع الجوانب، وكذلك كنقيس القعر باش ما يكونش لتصق فيه الدقيق باش ما يتكتلش لينا، في نفس الوقت باش يجي الخليط منسجم مع بعضياته. خدموه مزيان باش ما خدمتو الكيك في هذه المرحله باش ما كيجيكم مفشفش وخفيف. الا ما خدمتوش فغيجيكم مدقس. فكي تلاحظوا الخليط ديالنا كيجي خفيف ما تقيلش بزاف، يعني كتشكلوا فيه كما بغيتو. في هذه المرحله غادي نضيف 2 ديال الخميره الكيميائيه من وزن 14 غرام، يعني بجوجهم 14 غرام، 7 غرام في الوحده. كيف ما يمكن لكم تستعملوا 8 غرام، يعني راه بحال 7 غرام بحال 8 غرام. فاهم حاجه انكم ما تضيعوش 3 تاع الخميرات، 2 كافيين. ثم غنخلطهم مزيان حتى يندمجوا. وفي هذه المرحله هذه غيكون الفران ديالنا ساخن على 160 درجه، وفي نفس الوقت كونوا مجهزين المول اللي غيدخل الفران، يعني يكون المول مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق. انا هنا نسيتو
فدغيا زربت عليه باش ما داك الخليط ديالي ما يطلعش فيه الخميره. فكي تظهر لكم غادي نحاول انني ندخل في المول الزبده مزيان في هذوك البلايص اللي داخلين، ثم غنرش بالدقيق ونحيد الزائد ديال الدقيق من بعد ما نرشو كامل، يعني داك الدقيق يدوز عليه كامل. ثم غادي نخوي الخليط في المول، وفاش تكونوا كتخويو الخليط حاولوا تهزوا يديكم من الفوق شويه باش الخليط يدخل مع الهواء، باش تحصلوا على واحد الكيك اللي تيكون مفشفش وخفيف. ثم من بعد ما غنخوي الخليط غندخلو للفرن اللي قلت لكم مسخن على 160 درجه، مشعول عليه غير من التحت حتى يتحمر لينا من الجوانب كاملين بلا ما تشعلوا عليه من الفوق، وهو راه غادي يتحمر حتى من الفوق. بالنسبه لمده الطهي ما بين 25 حتى 30 دقيقه، راه دغيا كيطيب معكم. اما اللي عنده الفرن الغازي فيشعل عليه من التحت، بالنسبه للنار تكون مهيله بزاف باش يطيب مزيان حتى من الداخل، ماشي يتحمر من الفوق ومن الداخل يكون خاصو الطياب. فاهم حاجه من بعد ما يطيب تختبروا واش الكيك طيب من الداخل ولا لا. كي تلاحظوا هنا راه خرجته من الفرن بعد ما دهب ليه كامل من الفوق بلا ما نشعل عليه من التحت. ثم غنوضعو في المول او في عفوا الصحن الخاص بالتقديم. غنشير لواحد النقطه انكم الا كنتو بتستعملوا هذا المول العجيب فضروري قبل ما توضعوه في الصحن التقديم، فاول حاجه خاص الصحن يكون شويه طالع من الجناب باش الكيك ديالكم ما يطرطقش لكم او ما يتهرش لكم من الوسط، حيت راه كيجي خفيف بزاف وراه بمجرد ما كتحركوه كيطرطق. فإلا ما توفرش عندكم شي تبصيل اللي مطالع من الجناب فحاولوا انكم تزيلوا ليه هذيك الفوق ديالو وتسويو الوجه ديالو باش فاش تقلبوه كيجي مقاد وما كيتكسرش معكم نهائيا. هنا بالنسبه للكريمه غنحتاج ليها 30 غرام من النشا الذره، 20 غرام من السكر حبيبات، عندي هنا 320 ملي من عصير البرتقال اللي هو 2 كيسان ديال الشاي وربع. انا هنا عندي البرتقال حلو بزاف، الا كان عندكم البرتقال شويه حامض فاستعملوا من 3 المعالق حتى 4. انا استعملت هنا غير 2 كي قلت لكم العصير عندي حلو بزاف حيت استعملت فيه الليمون او البرتقال الخاص بالاكل. اما الا استعملتوا البرتقال الخاص بالعصير فمن الافضل تستعملوا من 3 معالق الى 4 حيت يجي شويه حامض. ثم هنا غادي ندير اول حاجه في كاسرون النشا مع السكر وغنضيف القليل من عصير البرتقال حتى يندمجوا المكونات، عاد غادي نضيف الكميه متبقيه. ثم غنوضعهم فوق النار مع التحريك المستمر حتى يتقل لنا الخليط. بمجرد ما يتقل الخليط وهو ساخن غادي نكبوه فوق الكيك اللي بطبيعه الحال دخلتها للثلاجه حتى بردات شويه عاد خرجتها. هنا كده تلاحظوا القوام ديالو كيجي ثقيل بحال هكا، كنكبو على الكيك وهو ساخن، كنقاد ليه الاطراف ديالو بالسباتول. راه هاد الكميه راه كتجي مناسبه مع الكيك، ما زايده ما ناقصه، يعني هي هذيك. غادي نحاول كي قلت لكم نقادو الوجه مزيان ديال الكيك، ثم من بعدها غندخلها الثلاجه حتى تبرد تماما، يعني من 2 سوايع حتى 3. خاص الكريمه والكيك يكونوا باردين عادي يتكالوا. اما اذا كانت الكريمه شويه دافيه فراه ما غيعجبكمش المذاق. فاهم حاجه في هاد لي كيك وتنأكد عليها انها تبرد تماما. عاد غادي نزينها بالقليل من شرائح البرتقال بالاضافه الى بعض اوراق النعناع. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه حيت حقا كتجي لذيذه وراه ما غتشبعوش نهائيا من هذا الكيك. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنسونيش بلي لايك وكذلك بتعليقكم الزوينه وبدعمكم. شكرا بزاف على المشاهده. تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. تهلاو ليا في راسكم ومع السلامه.